والله يا جماعة بهالأسبوع اللي مضي كانت نازلة علينا لعنة قريب الله مولاها. وكانت جملتنا الشهيرة معك بحربة. هاتوا لنا هالانترو. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وحلقة جديدة. وإذا أول مرة عم تتابعني لا تنسى تعمل اشتراك للقناة وتفعل زمور الاشتراك وتتابع الفيديو للأخير. كم مرة من هالمرارير بيظهر لك يوم ما بتعرف شو دينه، وبيكون هدفك الوحيد تعرف مين اخترعه وبأي حقبة ظهر. 14 شباط، هابي فالنتاين. بهاليوم بالذات بصير فيه بعض الحساسيات والجكارات، مثل بدي ادفع ما بدي ادفع، شاد حقها معلم، هاي شاد حقها، هاي بحبني ما بحبني، بحبني ما بحبني، مع وجود وردة عم ينتف عرضها. فبتشوف السنجل مهتم بهذا اليوم اكثر من المرتبط. وطبعا العالم محتفلة وياي وبارتي وعرق ونسكافيه والدنيا قايمة قاعدة، يعني في عالم بتقدسوا لهاليوم عرفانة قيمته مزبوط. وطبعا العشاق لابسين نفس البلوزة ولونها احمر حصرا، واغلب الاحيان بكون بايد البنت دبدوب احمر ووردة هيك صغيرة يعني، وبتلاقيهم لزقانين ببعض مثل كأنه راسين بجسد واحد. فبعد ما يخلصوا مشورة وروحات وجايات بروحوا بيشربوا قهوة بحليب مع هالبرودات الزامية يعني. فمع بداية حملة والله حاسك متغيرة معي، فهون عندك الشاب الشرقي اللي بيميل لشخصية الجردون وبصير بده يعمل انسحاب تكتيكي بس ما بتزبط معه. لا البوسات مو لك، كثير فرحان عليكي، انا مبسوط لوزع لك بوسات على مصاري، بعدين ليكي من الاخر عن جد انت بتستاهلي واحد احسن مني. ايه تقبر قلب امك على هالخلفه يا حبيبي، الهديه بكره بتجيبها وحياتك عنكروته مثلك انا، بكره بتجيبها يعني بكره، الي شهر عم بستنى هذا اليوم. حيوان اكلنا خرا. وبغض النظر عن الاشخاص اللي حظهم عاطل بهاليوم، بس ما بظن انه النحس يوصل معهم لهالدرجه. كانت لدق الله وعايدة واخذ معه موعد. ان شاء الله ترد بسرعة. يا فرح، يا فرح تعي ردي على التليفون. انا بدي ارد. مرحبا يا عمري، كيفك يا قلبي؟ ان شاء الله كل عام وانت بخير، وان شاء الله هيك كل عيد حب وكل فالنتاين انا وياكي مع بعض. شو بتحبي نقضي الليله اليوم؟ شو؟ لحمين انتبه، لحمين حبيبتك، مين عمرك مين؟ لك يا الله والله رقمه، مين هاد اللي عم يحكي؟ لك انا اخويا يا حمار، والله لا لعن ابوك على ابويا يا رجاش. هلا الشخصية الجبانة لها دور مهم بهاليوم، عم بعيدا عن شخصية الجردون يلي ذكرناها. ايه عمري، شو بتحبي يجيب لك على عيد الحب؟ شو بدي ديناصور. لك هذا طلب، هذا طلبي طلب مثل العالم، خلق العمى يضربك. ايه طيب تعال اطلبني من اهلي. ما قلتي لي بدك الديناصور بطير ولا عادي؟ عادي، اجيب لك له زميرة. مثل ما بتعرفوا يعني انا ما بحب افتح مواضيع كتير، بحب افتح هدايا. ساعة يعني، حباسة، علكة، مصاصة مع دقة، بوسة، اي شيء اي شيء. وعلى سيرة الهدايا، امرأة كويتية تهدي حبيبها سيارة دوج. ايه معلم، كل شيء وارد، كل شيء وارد. الله يخليك لي ويطول بعمرك ويخليك حق عيالك، والله لا يحرمني منك واحبك. شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ عليك بالعافية. يعني انا هون سؤال ما خرط مشطي ابدا، انه انت وياها شو بينقصكم اذا ما عملتوا مثله؟ يعني انا ما عم اقول لك حطي نص ثروة ابوك مشان تجيبي فيها كلها هدايا، لا بس يعني حسي فيه يا مسفقة. يعني اذا جينا بدنا نحسب سعر الهدايا بسوريا بيطلع معنا حق الدب، طبعا الدب يلي بينباع بالمحلات مو يلي بيروحوا بيشتريه، ففتحوا لي مخكن شوي.
فبيطلع معنا حق الدب تقريبا 75,000 ليرة سوري. نعم والله غالي. وسعر الوردة الحمراء يتراوح سعرها من 500 لل 2000 ليرة سوري، لكن العمى والله غالي. فإذا بدك توفري على حالك وما تتكلفي عطيه بوسة حمراء وخليه يرضى عليكي، لكو منه بتكسبيها من جهة الجيبة. خلونا مع بعض ننتقل لفقرة التعليقات. رح نقرا شوية تعليقات اجتنا على الحلقة اللي قبلها، يلي بحب يشوفها يضغط على الرابط يلي رح يطلع هون فورا بتاخدكم على الحلقة. والسؤال كان انه ليش برأيك السب عادة روتينية بحياتنا؟ كان التعليق بالهاشتاج مسبة. خلونا نبلش. مسبة بيسبوك وبيلعنوا ابو اللي نفضك، واخر شيء بيقولوا لك إيه ما بتلقى مزح؟ يا اخي انت كمان يعني بالنيتي ملك شوية مزح، يعني عادي، يعني العالم كلها بتمزح. مسبة إذا كنت من شلتنا لازم تسب، شيء طبيعي، أما إذا ما بتسب فتسمى الشاب الطنط. مسبة لأنه أبوي كان يسبني، بقى شلون ما بدي أتعود أسب؟ والله بدك للصراحة معك حق، فيها وجهة نظر. مسبة لأنه الممنوع مرغوب. بصير. مسبة أنا إنسان نظيف ما بسب. ما شاء الله مبين عليك منقوع بكلور وفلاش. شو يعني مسبة؟ إيه لا بقى خريتوها يعني. مسبة بطاطا ويجهلها الكثيرون. مسبة لأني في رفقات بيرفعوا الضغط ومنسوب الهرمون، فسبحان الله ما بترتاح إلا تسبه. معك حق أخوي، لايك لهذا الكلام الجميل. مسبة لأنه من لما كنا صغار قدرنا أخذت على المسبات، فشي طبيعي تصير شغلة روتينية بحياتنا. كلام ذهب يا سيدي. مسبة بسبب عقولنا الرأية وبعض الشرفاء أيام الطفولة. شو هالقط الحلو، خليه يطلع أكثر من مقاطع، أحبك كلش هواية، فديت قلبك. لهون بكون قرينا شوية تعليقات اجتنا بالحلقة الماضية، ويلي بحب يجاوب على سؤال الحلقة الجاي واللي هو كيف تقنع أمك إنه الأندومي مانا مضرة؟ طبعا لا تنسوا التعليق بالهاشتاج أندومي. كتروا شوي تحدى على التعليقات. فيلي بده يسأل إنه ليش ما عم تكتر تعليقات بفقرة التعليقات، بحب اقول لكم انه انا ما عم يجيني انه كميه التعليقات يلي بدي اياها، او مثلا الجواب الحلو او المهضوم يلي بدي اياه، فيفضل تعلقوا تعليقات مهضومه وحلوه مثلكم. يلي بحب يتواصل معي ويتابعني اكثر يضيفني على الفيسبوك او الانستغرام، بتلاقوا الروابط تحت بالوصف، او الصور يلي راح يطلعوا لكم هون. وبعتذر كثير عن الصوت يلي عم يطلع، بس حالتنا كثير ميؤوس منا يا جماعه. وكالعادة لا تنسونا من تعليقاتكم الحلوة يا أرواحي انتو، وبشوفكم في فيديو جديد، حلقة جديدة. سلام.